اعتقد النقل من بيت لبيت ده ابشع حاجه بعد طلق الست في الحمل والله. يعني بعيدا عن المنظر اللي انا طالع بيه، بس عموما انا قررت ان انا انقل من بيت لبيت. هو في نفس المنطقه، يعني انا ما بطلعش من تقسيم بصراحه، وبدعو كل الناس ان هي تيجي تسكن في تقسيم عشان عارف ان في ناس كتيره جدا ما بتحبش الموضوع ده. بس انا كنت ناوي اعمل كل ده في الخفا واخبي نفسي والحاجات دي كلها، بس سبحان الله سيب الدنيا كلها. الايام اللي ما فيش حد مثلا بيشوفني يعبرني، ما بشوفش اي حد من صحابي، الحاجات دي كلها كلهم النهارده يتجمعوا وهم شايفيني وانا بجر كيس، السجاجيد عماله تقع من ايديا، انا بتكعور فوق الشنطه. والله في ايام ببقى نازل متشيك، اجي كلب في الشارع طبطب عليه ولا يعبرني حد، واجي في الايام اللي ممكن اي حد لو شافني يقطع علاقته بيا، ما شاء الله الناس كلها تتجمع. يا جماعه انا اسف لاي حد شافني بالمنظر ده استثناء والله. عايز اقول لكم ان في ناس كتيره جدا بتعترض ويقول لك تقسيم لا معفنه ومش عارف ايه والحاجات دي. لو جيت اتكلمت مع اي حد تلاقيه بيظبط نفسه، المواصله دي بتودي تقسيم ولا لا، مش عارف احنا هنتقابل مش عارف. طب بتعترضوا عليها ليه؟ بس والله العظيم لا، هي حاجه حلوه لوحدها. يعني عارف يا جماعه ان انتوا تبقوا سهرانين حاسين قاعدين في مكان كده حي 24 ساعه. اي نعم ما بخرجش من البيت، يعني بفضل قاعد في البيت، بس عندي احساس ان بره الدنيا حلوه، غير اماكن تانية مثلا قعدت فيها فتره الساعه 8:30 او 9 تلاقي كل حاجه قفلت. يعني لما تطلع من بيتك تقعد تقول انتم السابقون ونحن اللاحقون.